ما الذي سيحدث لو تسببت أخطاء صغيرة بأضرار كبيرة؟ لهذا السبب توجد تأمينات ضد الغير، أو بلفظ آخر تأمينات ضد المسؤولية، أو باللغة الألمانية هافتفليشت، التي تحميك من دفع تكاليف باهظة تسببت بها بنفسك. على سبيل المثال، لو كنت في زيارة عند أحد الأصدقاء وسكبت كوبا من الماء عن طريق الغلط على لابتوبه المحمول، فإن استبدال هذا الجهاز أو إصلاحه قد يكون مكلفا للغاية. هنا تتدخل تأمينات ضد المسؤولية لتغطية هذه التكاليف. هل تأمين ضد المسؤولية إجباري؟ لا يتوجب عليك امتلاك تأمين ضد المسؤولية في ألمانيا، لكنه يطلب في بعض الأحيان، مثلا من قبل المالكين عند التقديم على شقة للإيجار. نصيحة: إذا كان عقد الإيجار يتطلب تأمين ضد المسؤولية، فإن مركز العمل جوب سنتر يغطي هذه التكاليف إذا كنت عاطلا عن العمل. ملاحظة: يغطي تأمين ضد المسؤولية الأضرار التي تسببت بها للآخرين فقط. مثلا، إذا سكبت كوبا من الماء على اللابتوب الخاص بك، فعليك دفع التكاليف بنفسك. يغطي التأمين فقط الأضرار التي لن تكن متعمدة. إذا سكبت كوبا من الماء عمدا على جهاز الكمبيوتر الخاص بصديقك، فإن التأمين لن يغطي هذه الأضرار. كم يكلف تأمين ضد المسؤولية؟ يمكنك العثور على تأمين جيد بتكلفة تتراوح بين 40 إلى 60 يورو سنويا. هنالك بعض التأمينات ضد المسؤولية التي تتضمن التأمين على المفاتيح، ولكن ماذا لو لم تكن تتضمن تأمينا على المفاتيح؟ فإذا ما هو تأمين المفاتيح؟ Schlüsselversicherung هو نوع خاص من تأمين ضد المسؤولية في حال إذا فقدت مفتاحا، لأنه قد يكون مكلف للغاية فقدان المفتاح في ألمانيا. يمكنك الحصول على تأمين المفاتيح بشكل منفصل، أو اختيار تأمين ضد الغير الذي يتضمن هذه الخدمة. نصيحة: يمكنك العثور على مواقع مثل موقع تشيك24 لمقارنة الأسعار والخدمات لتوفير التأمين المناسب. يمكنك أيضا الحصول على التأمين مباشرة من الشركات المزودة لهذه الخدمات، ومن أبرز هذه الشركات في ألمانيا أكسا، ADAC und Gotha.